ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده الحاجه اللي انا بقدمها تعجبكم باذن الله، والسنه الجايه نكون على جبل عرفات صحبه كلنا باذن الله. وربنا يغفر لنا جميعا باذن الله. النهارده حبايبي راجعه لكم بطريقه الكوارع. الكوارع دي حاجه ايه بقى؟ حاجه جامده. وبرضو كتير ما بياكلهاش، في اللي بيحبها وفي اللي ما بيحبهاش. بس انا النهارده راجعه لكم بطريقه يعني هتخلي اللي ما بياكلهاش هيحاول ياكلها. ازاي يعني؟ انا دلوقتي سلقاها زي ما انتم شايفين كده. ده كوره مسلوق لحد ايه بقى؟ لحد ما هو مهري. تمام، مسلوق كده. مسلوق ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان احنا بنحطه على النار ونحط حبة طماطماية وبصلاية وجزر لو عندك، ورق لورا. وبعد كده بتحطيه على النار وتشوحيه شوية، وبعد كده بتحطي عليه المية المغلية وتسيبيه بقى ايه مع نفسه. يفضل بقى يستوي يستوي، كل ما يعوز مية بتحطي له مية. تمام، لحد ما يستوي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. تمام خلاص. انت بقى لو عايزه تسويه وتخليه مسلوق، طبعا الكوارع ما بتتحمرش، يعني انا بشوف ناس بتحمرها بس هي اصلا ما بتتحمرش، لان لو اتحمرت الجلده دي هتشد وتبقى مش حلوه. فبالتالي الكوارع ما بتتحمرش، هي بتتاكل مسلوقه زي ما هي كده ومعاها الشوربه بتاعتها، يا اما متقطعه وفيها الشوربه بتاعتها. لو انت طبعا اللي عايز ياخد على قد المعلقه بياخدها زي ما انا هعمل دلوقتي، وفي بالصلصه برضو زي ما انا هعمل دلوقتي. فاحنا دلوقتي معانا كوره اهو زي ما انتم شايفين مسلوق وزي الفل معانا، ومعانا حبه شطه وحبه ملح وحبه كمون وحبه فلفل وتوم، عشان انا هعمل الصلصه بتوم، مش هعملها ببصل عشان تبقى خفيفه. ومعايا طبعا الصلصه بتاعتنا، طبعا انا مسبكاها وحطاها في الفريزر يعني. فدلوقتي هنشوف هنعمل ايه مع بعض. حبايبي الكوارع هي بعد ما خليتها زي ما انتم شايفين وقطعتها حتت صغيرة، ماشي. وهنشوف دلوقتي هنعمله ايه مع بعض. يلا بينا. حبايبي التومة اهي، حطيت ندعة زيت، ماشي زي ما انتم شايفين، وفرمت التومة وحطيتها اهي. هنحط بقى حبة فلفل، حبة كمون، حبة شطة، حبة ملح، ماشي. ما تخليش التومة تعمل منك تصفر قوي عشان ما تبقاش ايه، عشان ما تمررش. ونزودها ندعة مية بسيطة، اسهل منها مفيش يعني، سهلة جدا يعني. تسبك الصلصة وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي الصلصة اهيت، يعني ايه، انا مش عايزاها تتسبك قوي لان برضو لسه هخليها تاخد غلوة مع الكوارع. طبعا حطينا التومة اصفرت شوية، نزلنا عليهم بالصلصة، وبعد كده نزلنا بالثوم وملح وكمون وفلفل، بس مش ازيد من كده. وشطة، ماشي. ادي الكوارع اهي. طبعا احنا خاليينها. بتخليها ازاي؟ بتشيلي الحاجات اللي على العظم وتقطعيها زي ما انت شايفه كده. دي بقى اللي ما بيحبش ياكلها مسلوقه، تاكليها بقى مع حبه رز ابيض، بعيش، يعني اي حاجه تتاكل بيها اهي. حاجه خفيفه وبسيطه وسهله زي ما انتم شايفين كده. نسيبها بقى ايه تاخد وديت كده حبه حلوين مع بعض. بس لازم انا هخلي فيها الصوص ده كده، مش هخليها جامد يعني، مش هخليها تخينه الصوص بتاعها تخين، لا انا هخليها عامله كده شويه مرقه كده شويه، عشان اللي ياخد يحط منها على الرز ايه، تبقى حلوه. تمام يا حبايبي.
هنسيبها بقى تغلي مع نفسها شويه. طبعا هي مستويه كويس جدا، بس انا هخليها عشان تاخد الكوارع من طعم الصلصه، هخليها تاخد وتدي مع نفسها شويه. وما نخلصها ان شاء الله هرجع لكم باذن الله. رجعت لكم تاني حبايبي بعد ما خلصت الكوارع بالصلصه زي ما انتم شايفين اهي. دي هتضيع الطعم اللي هو اغلبنا مش بيحبها، والريحه بتاعتها كمان لو ليها ريحه. طبعا هي بتبقى الريحه طبعا بتروح مع الغسيل، بس طبعا مش في ناس مش بيحبوها عشان يقولي لك ريحه ومش ريحه، بس هي يعني فعلا الحمد لله مع الغسيل والنقع والحاجات اللي بتعمليها مع الراوله مع البهارات مش بتخلي ليها ريحه خالص زي ما انتم شايفين كده. والصلصه زي ما انتم شايفين حلوه ازاي، ريحتها بجد فظيعه جدا وشكلها كمان احلى زي ما انتم شايفين اهو. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. ومعانا كمان اللي هي بشوربه اهي، انا مقطعاها حتت صغيره عشان بقى ايه يقول لك لا ناخد كده على طول. اللي ياكلها بقى بالرز او بالعيش يعني بالهنا والشفا للي شايف واللي بياكل ان شاء الله. واتمنى ان هي تعجبكم وتنال رضاكم. وتقدميها بقى مع حبه رز كده ابيض زي ما انتم شايفين، روعه. المنظر جميل بصراحة، والطعم كمان جميل والريحة أجمل. أتمنى إن هي تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله. وأتمنى كده ما تنسونيش في اللايك واللايكات، اللايك والكومنتات، وتقولوا لي رأيكم تعملوها، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات سواء عجبتكم أو لأ. بس هي إن شاء الله هتعجبكم لأن بجد شهية جدا وجميلة جدا جدا. وأتمنى إن هي تعجبكم وتنال رضاكم حبايب مطبخ عزة، ويجعلني وإياكم جبرين للخواطر. عشان اللي بيجبر خاطر ربنا بيوعده باللي بيجبر خاطره ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه كده على جبل عرفه كلنا باذن الله صحبه باذن الله. اشوفكم على خير حبايب مطبخ عزه واكلاتها المصريه. مع السلامه حبايبي.